شوفي اختي، ها عندك، ها تعلمي. هادو هما النساء، ها لالياتك اللي يعيطوا لهم لالياتك هادو هما. سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو تاعي بأحسن الأحوال. حبيت نغير معاكم شوية المقدمة هكذا باش نبدلو على خاطرنا ونضحكوا شوية مع حكاية رشا. ما شاء الله يعني تفرج عليك وتنحي لك هذيك الغمة. كما كنت وعدتكم في الفيديو اللي فات وتقاسمت معكم حفل تاع تكريم الابن تاعي ولا طاقت اللي كنت حضرتها بيديا. اليوم جيت نعطيكم المقادير وطريقة التحضير تاعها. إذا حبيتوا تعرفوا كيفاش حضرتها بقاو معايا وفرجة ممتعة. باش نحضروا الجينواز تاعنا نحتاجو 3 حبات تاع بيض، 40 غرام سكر، 40 غرام زيت، 50 غرام فرينة، و5 غرام خميرة حلوى، ورشة تاع ملح ولافاني. بلا ما نطولو نجوزو مباشرة طريقة التحضير. اول شي رايحين نفصلو البياض على الصفار كما راكم تلاحظوا، بشرط انه يكون البيض تاعنا بحرارة الغرفة هكذا باش يطلع لنا البيض تاعنا بسرعة وتكون العملية ناجحة. نوضعوا البياض في صحن كما راكم تلاحظوا، نضيفوا له القرصة تاع الملح ونبداو نخلطوا بالباتور. كي تبدا تتشكل لنا هذيك الرغوة نبداو نضيفوا السكر تدريجيا حتى نتحصلوا على مورينغ. كما راكم تلاحظوا نبداو نضيفوا السكر تدريجيا، في الاخير رايحه تتشكل لنا المنقار كما راكم تلاحظوا. كنت جربت العديد من الوصفات تاع الجينواز تاع ام وليد، ولكن صدقا تاع سارة حناش خرجت لي بزاف صادقه ودائما معتمدتها في الوصفات ديالي. جربوها ماكمش رايحين تندموا عليها. بعد هذا نبداو نضيفو في البيض، صفار البيض تاعنا تدريجيا ونخلطو، من نخلطوش بزاف هكذا باش يتجانس كامل الخليط تاعنا بهذه الكيفية. بعد هذا رايحين نستعملو لاسباتول ولا الفوي ونبداو نخلطو، نضيفو الزيت تاعنا 40 غرام حوالي 4 مغارف، نخلطو بهذه الكيفية من الأسفل للأعلى. بعدها نبداو مباشرة نضيفو في الفرينة تاعنا، بطبيعة الحال نغربلوها هكذا باش ما يتشكلولناش هذوك الحبيبات في الخليط تاعنا، ونضيفو لافاني. الفرينة قلت لكم حوالي 50 غرام، ونديرو الخميرة الكيميائية خميرة الحلوى، نغربلوها جيدا، نضيفوها هكذا على دفعات ونخلطو بنفس الطريقة من الأسفل للأعلى. هذه هي الصينية اللي راح نستخدمها هكذا، حبيتها تكون كاغي، لا طاقة تاعي تكون هكذا مربعة الشكل. رايحة ندير لها بابي كويسون. بعد هذا نفرغ الخليط تاعنا بعد ما كنت درت الفرن تاعي يسخن من الفوق ومن التحت هكذا باش ومش راح تشد لك الجينواز تاعك بزاف في الطياب. رايحة نستوي كامل الخليط تاعي وكل طبقة خلطتها وحدها، يعني الطبقة الأولى خلطتها وطيبتها، بعد هذا زدت الطبقة الأخرى ثم الطبقة الثالثة. كامل نستوي العجينة تاعي بهذه الكيفية ثم نوضعها مباشرة في الفرن. كما قلت لكم ماهيش راح تشد بزاف في الطياب تاعها، نخلوها تبرد شويه قيس ما تشد روحها. بعد هذا نديموليوها ونحو هذاك البابي كويسون كما راكم تشوفوا، يعني سهل النزع، ماهيش رايحه تفقد الشكل تاعها. هايديك مازالت كما راكم تشوفوا مازالت سخونه شويه، نحطها هكذا على فوطه ونخلوها تبرد. راكم تشاهدوا
طيبت كامل طبقات الدعي. رايحة نغمدهم في البابي فيلم ونحطهم في الكونجيلاتور. من الأحسن أنك توضعيهم في المجمد هكذا باش يحكموا رواحهم مليح، وغدوة من داك يعني تجبديهم ونكملوا التشكيل تاع الكيكة ديالنا. في اليوم الموالي رايحين نجبدو الجينواز تاعنا من الكونجيلاتور، نخلوها تديكونجلا في راحتها ونشكلو مع بعض ولا نحضرو السيرو اللي رايحين نشربو به الجينواز تاعنا. نحتاجو لزوج كيسان تاع ما، ونحتاجو الكاس تاع السكر، نحركوهم هكذا جيدا حتى يذوب السكر ديالنا. بعد هذا نوضعوهم فوق النار. بعد ما يبدا الخليط تاعنا يغلي نحسبو 10 دقائق مور الغلية ونطفيو النار ديالنا كيما راكم تلاحظوا. والجينواز تاعي بعد ما ديكونجلات رايحة نحيلها كامل هادوك الاطراف، نحاول اني نديرهم كامل طبقات يكونوا متساويين. وكما راكم تشوفوا ما عنديش بلا مسرح وين نحط الكيكة تاعي، وضعتها على هذاك المول اللي كنت طيبت فيها. أما بالنسبة لطريقة تحضير الغاناج فكنت ظنّا باللي راه الفيديو يسجل، ولكن ما لقيتش المقطع هذاك. رايحة نشارككم بالمقادير إن شاء الله تفهموا عليا الطريقة كيفاش حضرتها. نحتاجو في الغاناج تاعنا إلى 150 غرام شيكولا بالحليب. أنا استعملت أمباسادور هذيك الورقة تاعها بيضة، و 130 غرام كريمة طازجة، و20 غرام مارغرين. رايحة ندير الكريمة الطازجة تاعنا في كسرونة، رايحين ندفوها شوية. بعد هذا نوضعو 150 غرام شيكولا فيها، نحركوها حتى تذوب، ونضيفو 20 غرام تاع المارغرين. بعد هذا رايحين نحطوها في صحن ونخلوها تبرد حوالي 3 سوايع في الثلاجة حتى تبرد تماما، ونديروا لها بابي فيلم هكذا كامل توجي هذيك الكريمة باش ما تتشكلش من الفوق هذيك الطبقة. بعد ما تبرد حوالي 3 سوايع في الثلاجة رايحين نجبدوها ونخلطوها بالباتور بهذا الشكل حتى نتحصلوا على كريمة متماسكة نوعا ما نخلطوش يعني فوق الحد باش ما تجمدلناش الكريمة وتكون ما تساعدناش في الخدمة ديالها. ومن جهة وقت أخرى نكون وجدنا الفاكهة اللي راح نديروها. أنا استعملت الفراولة، الفخاز، ودرت الجوز. أول حاجة رايحة نشرب الجينواز تاعي. أنا منحبهاش مشربة بزاف هكذا باش ما تجيش تتعجن، نشربها شوية. من بعد هذا نوضعوا الكريمة تاعنا ونزيدوا لها المكسرات ونزيدوا الفاكهة ديالنا. بهذه الكيفية رايحة نستوي كامل الكريمة تاعي، ثم نوضع الجوز اللي كنت درتو حشيش، ونزيد نستف الفاكهة ديالي. رايحة نوضع الطبقة الثانية بنفس الطريقة، نشرب الجينواز ديالي بهذه الكيفية، ونزيد نوضع لها الكريمة ثم المكسرات والفاكهة حتى نكمل كامل الطبقات اللي عندي. بعد ما نكمل الطبقات ديالي رايحة نوضعها في الثلاجة هكذا باش تشد روحها مليح، نخلوها تبات ليلة كومبلي. بعد هذا غد من داك نعاود نصنع الغاناج اللي كنت صنعته معاكم باش نغلفو الجزء البراني كما راكم تلاحظوا. وفي الأطراف رايحة نوضع المكسرات نديرهم محشش،
ونوضعهم كامل في الأطراف ديالها كما راكم تلاحظوا. ومن جهة أخرى رايحة نعاود نخدم الكاناج تاعي بنفس الطريقة اللي كنت خدمتها معاكم. باش نديرها من الفوق كما راكم تلاحظوا أنا حاولت أني نوضعها في هذه لابوش ونسيلها باه تسيح كامل على الأطراف، ولكن كنت كي درت هذاك المكسرات ما ساحتش كما يحب الخاطر. والكناج اللي كنت خدمته باش نغطي الوجه الفوقاني تاع لاطاحت تاعي تو في كيس حلواني بهذه الكيفية، وحاولت اني نشكل دي غوزاز صغار كامل صاير داير على لاطاحت تاعي. بعد هذا نروحو ونديرو الكناج وشوكولا في الوجه الفوقاني تاع لاطاحت بهذه الكيفية. رايحة نوضعها كامل كما راكم تشوفوا. نحاول كامل الاطراف هادوك ندير فيهم الكناج والشوكولا ديالي، ورايحة نستويها مليح بهذه الكيفية. وبعد هذا رايحة نبدأ نزين فيها كما راكم تلاحظون. ندير كامل هذاك البغيون بالبانسو هكا، نحاول اني ندردر كامل على الوجه الفوقاني تاعها. والتزيين حبيباتي يبقى على حساب الذوق تاعكم والامكانيات اللي راهم متواجدين عندكم. كما راكم تلاحظوا انا كان عندي فخاز درتهم في الشوكولا، وحاولت اني زينهم بهذوك الورق الذهبي، وحاولت اني نكتب له عبارة يعني تزيد تشجعوا وتحمسوا المواصلة المسيرة تاعو. كتبتها له بالشيكولا البيضاء، وهذوك الأوراق كنت خدمتهم بواحد الطابع عندي، يعني كلش من الإبداع تاعي. عندك كي دايره خيتك ماشي تاع لي شيف هذه؟ روحي تشوف نوري لك كي ديريها، طيحي بها ما تامنيش عقلك. وهذه هي الكيكة اللي كنت تحصلت عليها، صدقوني جات بزاف بنينة وهشيشة. نتمنى من كل قلبي أن كل وحدة تشاهد في هذا الفيديو تتحمس وتجربها هي كذلك وتدخل الفرحة لعائلتها، لما لا. رايحة نقسم معاكم قطعة من الكيكة تاعنا هكا باش تشوفوا الطبقات دياولها وكيفاش خرجت. نتمنى أنكم تشجعوني لمواصلة المسيرة تاعي معكم. نتلاقى بكم في فيديوهات أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.